عمرك سألت نفسك ازاي الناس اللي واقفين عند الارض من تحت واقفين معدولين؟ طب واللي واقفين في النص هل هم كده زي اللي بيمشوا على الحيط ولا ايه؟ بقينا كلنا سبايدر مان يعني. بص بص ريح دماغك، انا هقول لك. اولا زي ما انت عارف ان الارض كرويه، وده معناها ان عدة كل شخص بتختلف على حسب مكانه، ولانه مش منطقي ان اي شخص يكون واقف مقلوب، فده اللي دفع علماء وفلاسفه كتير جدا زي ديمقراطس ان هم يقولوا ان الارض مسطحه، لحد ما جالك ارسطو وقال لك ان الارض كرويه، وبعدها جالك عمك نيوتن واكتشف لك الجاذبيه واثبت ان كل حاجه بتتسحب لحد السنتر اوف ذا ايرث. بص لو انت بتتسحب لتحت زي ما انت فاكر كان زمانها اختلفت، لان كل واحد تحت بالنسبه له مختلف عن التاني، بس النص كلنا بنشارك في نص واحد، فانت ممكن يكون بيتهيألك ان هو اللي مقلوب وهو بيتهيأله ان انت اللي مقلوب، بس في الحقيقه انتوا الاتنين معدولين لانها سحبه واحده على مكان واحد. فالخلاصه انت واقف مقلوب بس الجاذبيه بتشدك عليها، فده بيديك احساس انك واقف معدول، وبيحسسك كمان انك واقف في مكانك مع ان الارض بتلف حوالين نفسها بسرعه 1000 ميل في الساعه. فسبحان الله يا اخي، كنا نعمل من غير الجاذبيه دي ايه؟ بس اشترك في القناه، وشكرا وسلام.